الاهلي باقل مجهود وباقل افكار بيقدر ان هو يصعد لدور نص النهائي في دوري ابطال افريقيا بعد تغلبه على فريق سيمبا التنزاني 3-0 في مجموع المباراتين. لكن رغم الفوز والصعود في مشاكل كتيره قوي في فريق الاهلي هقول لك عليها في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد، وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش إخواتنا في فلسطين من دعائنا، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة الشهر الكريم وخلاص انتهائه وعيد الفطر المبارك. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تدعمونا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة، ويلا بينا. مارسيل كولر من المدربين اللي صعب قوي يغيروا قناعاتهم في بعض اللعيبة. في لعيبه كده مارسيل كولر بيفكر فيهم وصعب قوي ان هو يغيرهم حتى لو هم وحشين في الملعب، ما تعرفش ليه. في لعيبه كده بالاسم معدودين في النادي الاهلي هو بيشوفهم ان هو محتاجهم حتى وهم وحشين. ممكن يكون بره الملعب ليهم ادوار قياديه في الفريق وليهم دور في اوضه اللبس بيأثر على اللعيبه، عشان كده هو محتاجهم جوه الملعب ممكن. لكن بعض الاسماء بصراحه انا شايف ان هي مستواها قل كتير قوي، وفي لعيبه موجوده على الدكه وبره القايمه تستاهل ان هي تاخد فرصه في ظل تراجع الاداء ده. مارسيل كولر لما سافر لتنزانيا كان عنده مشاكل كتيره قوي، كان عنده مشكله ان في لعيبه كتيره قوي من لعيبه النادي الاهلي لعبوا مع الكابتن حسام حسن في منتخب مصر ماتشين ورا بعض، والماتشين كانوا بدنيا اقوياء جدا، ففي لعيبه كتير كانت مجهده. الى جانب ان انت سافرت على طول بعد مباراه كرواتيا ورحت لدار السلام في تنزانيا، والرطوبه العاليه قوي، الرطوبه دي بتخلي لعيبه اللي هي الفت مش قادره تتنفس، ما بالك بقى لعيبه اصلا عضلاتها مجهده، والنتيجه للسفر ونتيجه للعب مباريات متتاليه ورا بعضها سواء مع الاهلي او منتخب مصر، فطبيعي ان انت تشوف اداء صعب قوي انه يتكرر من الاهلي في الماتشات اللي جايه. وعشان كده احنا قلنا الحمد لله ان الاهلي رجع بفوز مهم جدا من دار السلام، هو الفوز الاول للنادي الاهلي على سيمبا على ملعبه في تنزانيا. وكان بقى المتوقع ان ماتش العوده بعد اسبوع هيبقى في القاهره، هيبقى انت راجع وعندك اريحيه، عندك فرصه ان انت تدي راحه للاعيبتك، عندك فرصه ان انت تدي تدريبات استشفائيه للاعيبه المجهده، ان انت يبقى ادائك يتحسن قدام سيمبا، خاصه ان انت بتلعب في ملعب حلو جدا زي ملعب استاد القاهره الدولي ومعاك 30,000 مشجع اهلاوي. ليه بقى الاداء ما يتحسنش؟ لا بالعكس، ده انت المفروض تدي 100% في الملعب، لا وان كان اكتر كمان. لكن فوجئنا ان اداء الفريق ما اتغيرش خالص، اللي اتغير طريقه اللعب. مارسيل كولر خاف من الهجمات اللي كان بيعملها فريق سيمبا على ملعبه والاختراقات اللي كان بيعملها في العمق، غير طريقه اللعب من 4-3-3 ولعب بطريقه 4-2-3-1 بصانع العاب، واختار ان هو يلعب صانع العاب السوليه. دي اول حاجه غيرها مارسيل كولر بعد طريقه اللعب. لا وكمان ابتدى برضا سليم وينج يمين بدل وينج ليفت، وساب الشحات في المكان بتاعه على الشمال. طبعا رضا مميز جدا في ناحيه الشمال، وهو اللي قلب لك الماتش في تنزانيا لما نزل في الدقايق اللي نزلها في الشوط الثاني وعمل هجمات خطيره جدا هو وطاهر محمد طاهر، فكان من الاول ان انت تلعبه ناحيته، خاصه ان حسين الشحات مستواه متراجع بشكل كبير جدا. ممكن تكون قضيته مع الشيبي مأثره عليه في الملعب وتفكيره مخلياه مش قادر ان هو يلعب بطريقته المعتاده مع النادي الاهلي، لا وعنده مس باص بطريقه رهيبه، لا بيتحرك صح ولا حتى بيهاجم وبيبص على زمايله صح. حسين الشحات تقريبا محتاج ان هو يريح شويه. دي التغييرات اللي حصلت تكتيكيا في الملعب. اللي حصل كمان جوه الملعب في الشوط الاولاني، الاهلي كان عامل زي خطين، الخط القداماني الثلاثه اللي قدام ومعاهم عمرو السوليه، والخط الثاني فيه الاربعه اللي ورا ومعاهم مروان عطيه واحمد نبيل كوكا. وكان الاهلي تقريبا عامل زي خطين بعاد عن بعض، مفيش حد بيربط الخطوط مع بعضها، مع ان ده ادوار السوليه. المفروض السوليه بينزل يستلم الكوره من نص الملعب ويوزع على الاطراف او حتى يلعب الكرات الطويله على العمق. ما شفناش الاهلي تماما الشوط الاولاني غير المسافات البينيه الكبيره اللي كانت موجوده بين اللعيبه وبين بعضها، وما كانش فيه اي فرصه حقيقيه غير الضغط اللي اتعمل اول 5 دقائق، وكان نتيجته سقوط رضا سليم ومحاولته في ان هو ياخد ضربه جزاء في اول 5 دقائق. انت التامين الدفاعي اللي انت عملته جنبك هجمات خطيره من فريق سيمبا التنزاني، ما كانش عليك اي هجمات خطيره غير واحده بس شالها مصطفى شوبير ببراعه، كانت كوره بروحين قدر ان هو يطلعها، واستمرار تألق مصطفى شوبير افريقيا
بيخليك تطمن ان حراسه مرمى النادي الاهلي عالي العال حتى مع عدم وجود محمد الشناوي. لكن كانت الازمه في الشوط الاولاني تحديدا في نص الملعب في عمرو السوليه وحسين الشحات اللي عندهم تقريبا اكتر من 500 مس باص. كانوا بيباصوا الكوره بطريقه ساذجه وبطريقه فيها رعونه، بطريقه ما فيهاش تركيز. في اكتر من كوره يعني السوليه بيتلخبط فيها على منطقه ال 18 وبيبقى قدامه فرصه ان هو يباصي سواء على اليمين او على الشمال وكره تتكعبل في رجليه، او يباصي كور طويله قوي لموديست. وطبعا احنا عارفين موديست هو اصلا كولر بيلعبه عشان يبقى محطه مش عشان خاطر يجريه، هو بيلعب عشان خاطر ابني اللعب عليه، كره لعب لقدام هو يستلمها ويبتدي يوزع اللعب، لكن مش ان انا العب له كره طويله هو يطلع يجري، هو مش هيقدر يعمل الكلام ده. طبعا منظر الاهلي الشوط الاولاني كان لا يوحي بان الاهلي هيسجل اي اهداف، بالعكس ده السذاجه اللي كانت فيها لعيبه سيمبا كان ممكن يقدروا ان هم يوصلوا للجون اكتر من كده، لولا ان هم عندهم بعض الخوف وبعض كمان من قله التركيز خلتهم يضيعوا فرص كبيره قوي في ان هم يحاولوا يهددوا مرمى مصطفى شوبير، غير في الكره واحده اللي احنا اتكلمنا عليها. الشوط الثاني بقى الدنيا اتقلبت خالص، مارسيل كولر عدل الملعب، راح مودي رضا شمال ورجع حسين يمين، واول كوره تروح لرضا على الشمال بيسجل منها الاهلي الهدف الاول اللي اكد ليه صعوده لدور نص النهائي. كوره ملعوبه له اي حاجه من محمد عبد المنعم قدر ان هو يستخلصها بشكل رائع جدا وفني وجميل قوي، وبيروح يعمل كرة لموديست اللي بيحضن عليها وبيلعبها للسوليه مقشره، سجل بيها الهدف الاول للنادي الاهلي. تخيل هي دي اول كرة خطيره يلعبها فريق النادي الاهلي طوال الشوط الاولاني وبدايه الشوط الثاني من رضا سليم، اول بس مع عداله الحركه بتاعته جبته ناحيه الشمال. وده يبين لك ان من اهم مكاسب الاهلي الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه رضا سليم. رضا سليم لا غنى عنه في الوينج الشمال، هو كتب المكان ده باسمه، هو افضل لاعب حاليا بيلعب في المركز ده. لكن بعد الجون بقى كولر رجع ركن الاتوبيس لورا وابتدى يقابل فريق سيمبا التنزاني من نص ملعبه تقريبا زي الشوط الاولاني وزي الماتش اللي فات هناك في دار السلام. وكانت المشكله عند فريق سيمبا ان هو مصر ان هو يخترق النادي الاهلي من العمق، ما كانش بيحاول يخترق مع الاطراف، وده اللي خلى دفاع النادي الاهلي يبقى مستريح، ما كانش فيه اي هجمات خطيره على النادي الاهلي طوال الشوط الثاني، وكنا قدام شوط ممل طويل وممل، مفيش اي اكشن بيحصل لا من الاهلي ولا من سيمبا خالص لغايه التغييرات اللي عملها كولر، وعملها كمان متاخر بنزول قفشه ونزول كهربا ونزول طاهر محمد طاهر. انا ليه طاهر الشويه اللي لعبهم او ال10 دقايق اللي لعبهم عمل كورتين لكهربا انفرادين كان ممكن ان هو يسجل منهم هدفين، لولا ان كهربا اتلخبط في الكوره كده واتبرجل ومعرفش ان هو يوقفها ولا يشوطها. ما اديله فرصه اكبر طالما انا مرتاح والماتش مرتاح وانا كسبان والفريق اللي قدامي ما بيحاولش حتى ان هو يهاجم عليا. طبعا مش كل الفرق في افريقيا كده، فريق سيمبا ده كان اول هدف يتلقاه في شباكه البطوله دي كان من الاهلي في ملعبه، فانت دلوقتي مش هتقابل كل الفرق بالسذاجه الهجوميه دي خالص، لازم يبقى عندك فاعليه هجوميه اكبر من كده، ما تركنش على الهدف اللي انت سجلته بره، لان ممكن تقابل فريق يقدر يسجل اهداف في مرماك على ملعبك. فلازم مارسيل كولر يخلي باله كويس قوي 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 ان مش كل فرق افريقيا زي سيمبا التنزاني. وديك عندك مثلا يانج افريكانز التنزاني برضو قابل صن داونز مرمطه كوره وكان ليه هدف صحيح في الدقيقه 63 تعمد الفار ان هو يلغيه. انا من وجهه نظري شايفه ان هو هدف سليم 100%، لكن لو في التقنيه بتاعه خط المرمى اكيد كانت هتاكد الهدف ده جون ولا بره، لكن الحكم اللي موجود على الفار اكد انه بره من غير ما يرسم لنا خطوط، من غير ما يرسم لنا اي حاجه، وده يبين لك ان ده فوز مشبوه لفريق صن داونز وصعود له لدور نص النهائي رغم ان هو ما سجلش اهداف لا في ملعبه ولا بره ملعبه، فاز بضربات الترجيح. مارسيل كولر زي ما قلنا في اول الحلقه ان هو عنده شويه قناعات كده ما بيحبش يغيرها، زي ما انت قعدت النهارده تاو على الدكه وما نزلتوش، ما ايه المشكله ان انت تقعد حسين الشحات وما تنزلوش وتنزل طاهر محمد طاهر من اول ماتش؟ يا اخي اديله فرصه. ايه المشكله ان كريستو اللي قاعد في الثلاجه ده ياخد فرصه؟ ايه المشكله ان كريم فؤاد ياخد فرصه؟ احمد عبد القادر اللي معاك معاه مشكله اديله فرصه يا عم في الملعب، طالما حسين مستواه تراجع لغايه اما حسين يفوق ويرجع يبقى فت تاني ويحجز مكانه اساسي، وهنا تبقى في منافسه. احنا اتكلمنا على النادي الاهلي اول الموسم ان هو كان عنده 2 و3 في كل مركز، وده كان بيخلق منافسه ما بين اللعيبه وبين بعضها، وبالتالي هتشوف الفريق في احسن احواله، لكن فوجئنا ان الفريق بيتراجع للخلف ماتش عن ماتش. اتمنى من مارسيل كولر ان هو ياخد باله الماتشات اللي جايه، خاصه ان انت داخل على ماتش كبير قوي قدام الزمالك الاسبوع اللي جاي،
وعندك ماتش مع انبي يوم 8. بطوله الدوري انت بقالك فتره كبيره قوي ما بتلعبش ماتشات فيها، ومهم قوي ان انت تحصل فيها نقط عشان خاطر تحافظ على البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي، بطوله الدوري العام. الايجابيات بقى اللي هنتكلم عليها، طبعا رضا سليم لا غنى عنه في الملعب، هو اهم واحد بيلعب في الجناح الشمال حاليا، ولازم رضا نشوفه اكتر من كده، ما نشوفوش بديل لحسين الشحات، لا يبقى ليه ادوار اساسيه واديله فرصه يلعب ماتشين وثلاثه واربعه مع بعض وينسجم مع علي معلول والمجموعه اللي هو جنبيه عشان خاطر تشوف منه احلى اداء ممكن. غير طبعا الاثنين ابناء الاهلي البارين، الاثنين مصطفى شوبير واحمد نبيل كوكا اللي مستواهم ارتفع جدا بشكل كبير واصبحوا صمام امان للنادي الاهلي، سواء في نص الملعب احمد نبيل كوكا او حتى مصطفى شوبير في حراسه المرمى. السلبيات بقى، احنا محتاجين باك شمال. باك شمال لازم عوده محمد شكري هتضيف للفريق، لكن علي معلول واضح قوي ان هو مش هيقدر ان هو يواصل المواسم اللي جايه مع النادي الاهلي، واعتقد في ظل عدم وجود تفاوض معاه في التجديد الفتره اللي جايه ممكن ما نشوفش علي معلول بقميص النادي الاهلي الموسم اللي جاي. واخر حاجه هنتكلم عليها هي التحكيم في افريقيا. كوره يانج افريكانز في مرمى سان داونز ده هدف اكيد، انا شايفها من وجهه نظري ان هي هدف اكيد، وواضح ان هيبقى في توجهات اللي جايه، بدل ما كان الترجي والوداد هنشوف توجهات لصن داونز. وبس دي كانت كل تعليقاتنا وتحليلاتنا عن مباراه النادي الاهلي وفوزه قدام سيمبا التنزاني وصعوده لدور نص النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم، وكمان مجلس إدارته وللنادي الأهلي للمرة ال20 في تاريخه يبقى في نص النهائي، وإن شاء الله بإذن الله قميص النادي الأهلي يتوج السنة دي بالنجمة ال12. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقة تدعمنا بشير ولايك للفيديو، وكمان سبسكرايب للقناة، واستناني في حلقة جديدة مع الباش لعيب، والسلام عليكم.